الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين صلاة بلا عدد. وبعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد في نور القرآن الكريم، آيات بينات من سورة مريم. تلك الآيات البينات فيها أسباب للنزول في قوله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. تعددت كلمة المفسرين وعلماء التفسير في ذكر أسباب نزول تلك الآية وفي من نزلت، وقالوا أن تلك الآية نزلت في كبير المنافقين أبي بن خلف، ذلك أنه أتى بعظام بالية قد بليت ثم أخذ يفتها بيده ويقول لمن أمامه: يزعم لكم محمد
أن نبعث بعد أن نموت. هذا غيض من فيض من كلام العلماء في أسباب نزول تلك الآية المباركة. بعد الفاصل إن شاء الله نلتقي معكم وتفسير لتلك الآيات المباركة، فحتى الملتقى. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد أيها الأحبة، عود من جديد، عود حميد إلى نور القرآن الكريم، حيث تفسير هذه الآيات المباركة من سورة مريم. يقول الله تبارك وتعالى في تلك الآيات: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. إذا رأينا لفظ الإنسان في القرآن الكريم فإنما يقصد به الإنسان الكافر المعرض عن شريعة الله، كما قال أغلب المفسرين. هذا الإنسان الظالم لنفسه، هذا الإنسان الذي ارتضى بالشرك بديلا عن الإيمان، وارتضى بالكفر بديلا عن الإسلام. يقول هذا الإنسان الكافر المشرك: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. إنها يعني إن هذا إنكار للبعث، إنكار لقضية هامة في العقيدة، ألا وهي البعث والنشور. أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، يستغرب. وفي غير آية يقول هذا الكلام: إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. إذا متنا وكنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. نعم، يرد الله تبارك وتعالى على هؤلاء بمنطقهم وبتفكيرهم القاصر: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. لو كانت ذاكرته لا تتسع لتذكر هذا فإن نذكره بما حدث من أمر خلقه قبل أن يخلق. أولا يذكر الإنسان، هل نسي فضل الله عليه حين قال له: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. كنت لا شيء، كنت عدما، وأوجدك الله تبارك وتعالى. الله أيسر عليه الخلق في أول مرة أم أن يعيد الخلق من شيء موجود، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه كما يقول سبحانه وتعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ما العقاب لمنكر البعث؟ وما هي عقوبتهم يا رب العالمين؟ فوربك قسم بالذات العلية، يقسم الله فيه بربوبيته وعليائه في سمائه: لنحشرنهم والشياطين، هؤلاء الذين قاموا بغوايتهم، هؤلاء الذين قاموا بوسوستهم، هؤلاء الذين كانوا سببا في بعدهم عن الطريق المستقيم، لا بد أن يحشروا معهم، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا على ركبهم، يجلسون في هذا المشهد المهين الذي يمتلئ خسة وخزيا وعارا وذلة. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. كل هؤلاء سنأخذ من كل فرقة منهم ومن كل طائفة الذين كانوا أكثر صدا وأكثر كفرا وأكثر تعذيبا لعباد الله المؤمنين وأكثر اضطهادا للموحدين، ونقدمه للعذاب، والجزاء من جنس العمل. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. نحن أعلم بهؤلاء، وأعلم بصدهم، وأعلم بكفرهم، وأعلم بدرجاتهم في الصد وفي الكفر. إن هؤلاء سوف يجزون ما كانوا يعملون، وسوف يلقون جزاءهم لأنهم صدوا عن سبيل الله، وكما قلنا الجزاء من جنس العمل.
وإن منكم إلا واردها. انتقلت الآيات للحديث عن النار، عن جهنم والعياذ بالله، وبئس المصير لهؤلاء الظلمة الكفرة الذين صدوا عن دين الله وحاربوا رسل الله وقتلوا الأنبياء والمرسلين واستعبدوا عباد رب العالمين. وإن منكم إلا واردها. الورود هنا اختلفت كلمة العلماء، ما بين من يقول أن الورود هو المرور، وما بين من يقول أن الورود هو الدخول إلى جهنم والعياذ بالله. منهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم كمن يمر كالماشي وكالجار وكالسائر. أنواع كثيرة ممن يردون جهنم، لكن الشاهد أن الكل سيرد. قال بعض المفسرين إنه المرور على الصراط يوم القيامة. نجانا الله وإياكم يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان عمله أمامه وتسأل الله جميع الكائنات السلامة. فاللهم سلمنا يوم البعث ويوم الحشر ويوم النشور، واجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه ويمر على الصراط مرور الكرام، ونجنا الله من مصير أهل النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا قضاء الله وهذا قدر الله وتلك هي مشيئة الله، ونحن نؤمن بها ونؤمن بكل غيب أخبرنا الله تبارك وتعالى به، لأن الله زكى عباده المتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كلنا أو كل الناس وكل الخلائق سيرد إلى جهنم وسيمر عليها، فيهم من يسقط فيها وفيهم من يعذب فيها، لكن الله ينجي عباده المتقين. ثم ننجي الذين اتقوا، لم يقل الذين أسلموا، ولم يقل الذين آمنوا، ولم يقل الذين أحسنوا، ولكن قال ننجي الذين اتقوا. تعالى الله سبحانه وتعالى عن الخطأ والنسيان علوا كبيرا. لماذا اختار عباده المتقين؟ لأنهم خافوا من رب العالمين، لأن قلوبهم وجلت، كانوا إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هؤلاء هم المتقين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فكان جزاؤهم خيرا وفيرا وعطاء كثيرا بالنجاة يوم القيامة، يوم يمرون على الصراط. ونذر الظالمين فيها جثيا، في جهنم جاثين على ركبهم بظلمهم وبكفرهم وبعنادهم، لأنهم يستحقون هذا العقاب. ثم يقول الحق تبارك وتعالى عن هذا الصنف: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. هم يقارنون بين معيشتهم ومعيشة أهل الإيمان، ويقولون للمؤمنين نحن نعيش في رغد من العيش وفي مقام كريم، ونعيش في عيشة كريمة، ومعنا مال ومعنا بنين ومعنا أملاك كثيرة، ونعيش عيشة هنيئة. وانظروا إلى المؤمنين، ربما يعيش بعضهم في الفقر وفي الذل وفي المهانة ولا يجد قوت يومه. هذا هو منطقهم، لكن الله يرد عليهم في كتابه: أيحسبون أنما نمد لهم في الخيرات، أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. إنما يسميه العلماء استدراج. إذا أراد الله أن يعطي أحدا من عباده وهو عنه غير راض أعطاه نعما كثيرة. يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. وفي آية أخرى يخاطب الله الحبيب صلى الله عليه وسلم ردا على تلك المقارنة الظالمة: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. سنوات ستمر سريعا في الدنيا، يأخذون حظهم من الدنيا، ولكن المصير الذي فيه خلود يوم القيامة مأواهم جهنم وبئس المهاد.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. أحسن إقامة وأحسن أماكنا وأحسن في المقام وفي المعيشة وفي كذا وكذا. يجعل هذا كلامهم، يجعل هذا من يحدثونه من عباد الله المؤمنين يفكر، وربما وسوس لهم الشيطان. الله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ويقول أيضا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اللهم انفعنا بالقرآن وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حتى الملتقى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.